في الفترة الأخيرة ما بقتش حاجة خفية عن الكل إن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل متقدمة جدا، بعض الناس بتعتبرها مراحل خطيرة كمان، ده لأن الذكاء الاصطناعي بقى خطر على بعض الوظائف الموجودة حوالينا حاليا، وهناخد النهاردة جزء بسيط منها وهي وظائف الجرافيك والتصاميم. فهل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكان الجرافيك ديزاينرز قريب؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، يلا بينا. السلام عليكم، معاكم احمد عبد العزيز من قناه بروجرامر جيرني. بنتكلم في البرمجه بس بنتكلم في كذا حاجه تانية منها فيديو النهارده، فلو مهتم ممكن تنزل تعمل سبسكرايب في القناه، والفيديو ده هيعجبك ان شاء الله، وانا عارف ان بقول لك ايه. فبما انك تحت ادينا لايك وشير الفيديو في كل مكان عشان الناس كلها تستفيد بالكنز اللي موجود معانا حاليا. واحد هيقول لي كنز، اقول له كنز، لان بكل بساطه لما يكون معاك حاجه تقدر تحقق لك كل اللي انت عايزه يبقى هو ده الكنز فعلا. الكنز اللي معانا النهارده هو موقع ميد جيرني. ايه هو ميد جيرني؟ ميد جيرني هو بكل بساطه أداة بتتخيل اللي انت عايزه وبتكتب لها كل اللي انت بتخيله وبتسرح بدماغك زي ما انت عايز، وكل اللي عليها ان هي تنفذه لك. طب فاكرين الترند اللي كان من فتره اللي خلوا فيه الذكاء الاصطناعي يتخيل شكل الجنه وطلعوا لهم صور افتراضيه زي دي؟ اهو الترند ده بقى كان عن طريق ميد جيرني. طيب انت اشتريت وعجبك الموضوع وعايز تجرب، ازاي تقدر توصل للموقع ده؟ مبدئيا ميد جيرني هو سيرفر على الديسكورد، وعشان اوريك ازاي توصل له هنروح دلوقتي على اللاب واوريك خطوه بخطوه ازاي تسجل وتفتح الموقع ده وتبدا تتخيل زي ما انت عايز. يلا بينا. يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب ظبطني يعني. طيب هتوصل ازاي الموقع؟ افتح اي متصفح عندك، ايدج او كروم ايا كان، وهتكتب ديسكورد. تخش على اول رابط ده وهتدوس داونلود، تبدا تحمل البرنامج. بعد ما تحمله تسطبه طبيعي وتشتغل بقى. انا محمله فخلاص مش هنحمله. تروح فاتح نيو تاب وتكتب ميد جيرني، هتروح داخل على جوين ذا بيت. نستنى ما يحملها عشان احنا في مصر. النت بتاعنا الحمد لله. طبعا اول ما تفتح مش هتلاقي ميد جيرني دي عندك عشان انا اشتركت فيها، فكل اللي هتعمله هتدوس على علامة الزائد اللي هنا، بعد كده تدوس على جوين سيرفر، هتقول له اي دونت هاف ان انفايت. السيرفرات المشهوره يعني هتلاقي ميد جيرني اول واحد، ما لقيتوش ترش هنا على ميد جيرني. تمام، تدوس عليه هتلاقي هنا كده جوين ذا سيرفر او اي حاجه زي كده جنب الفولو، هتدوس عليها وبكده تكون دخلت على السيرفر بتاع ميد جيرني. ممكن يطلب منك برضو ان انت تخش على الرولز دي وتوافق عليها، او اول ما تفتح اي سيرفر فيهم وتكتب اي حاجه يقول لك وافق على الرولز الاول. فبعد كده هتنزل تحت هنا كده على اي حاجه من بتوع النيو كامرز روم، اي واحده فيهم في الثلاثه دول تفتح، وهتلاقي المنظر ده قدامك هنا. لان هو نسخه بيتا او نسخه مجانيه فانت هتلاقي كل اي حد شغال عارف شايف شغل كله. فدي حاجه نقطه كويسه مش نقطه وحشه، وليه هنعرف قدام. بس فانت كل اللي عليك ان انت بتدوس هنا كده وتعمل سلاش وبتختار ايماجين وبتبدا تكتب هنا كل اللي انت عايزه، كل اللي انت نفسك فيه وبتتخيله تكتبه هنا وهتلاقيه. يعني بص شوف الناس عامله حاجات جميله، وانا اقعد قلب كده بس هتستمتع. نفتح دي مثلا كده نتفرج عليها. طبعا النت بتاعنا زي القمر فهنقفلها تاني. بس فانت هتقعد تتفرج كده هتلاقي حاجات جميله. يعني عشان اوفر وقت في الوقت الفيديو فانا كتبت سيناريو او مشهد في دماغي، طبعا لقيته ان اللي كنت عامله صيف طائر. طيب انت كتبت ايماجين هتلاقي مكان جنب البرومت ده وتبدا تكتب اللي انت عايزه. احنا مثلا هنكتب حاجه بيزك في الاول عشان اوريك ازاي تقدر تعمل معاه. هنكتب مثلا 60 ساد مان ونشوف هو يتخيل الحزن بتاع الراجل ال60 عامل ازاي. ساد مان. تمام، وندوس انتر. طبعا انت هتكتب كوموند زي ده حاجه قليله قوي، فممكن ما يتخيلش حاجه حلوه قوي. انا كتبت كده عشان اوريك الكلمات المفتاحيه اللي هنحتاجها بعدين واوريك الفرق بينهم. فانت خلاص دوست انتر، تقعد تدور على الصوره بتاعتك بقى تنزل او تطلع وهتلاقيها يعني ان شاء الله هي هنا، وهتستناها ما تحمل 100%. بس استنى شويه مش شويه كتار يعني. فالمهم استنيناها لحد ما تبقى 100%. اول ما تجيب 100% هتلاقيها نزلت تحت تاني، فتنزل تحت تاني. الصوره بتاعتنا ايه؟ شايف الصوره دي هي مش احسن حاجه. ليه؟ لان انت ما استخدمتش الكلمات المفتاحيه زي حاجات كتير مثلا استخدم منها. وليكن مثلا اول حاجه واسهل حاجه في 4 اللي هي الفيرجن الرابع، ان الميد جيرني ده فيه منه
4 فيرجن. هنستخدم الفيرجن الرابع اللي هو احسن حاجه، فاحنا هناخد اللي احنا كتبناه ده كوبي، ونشوف لو كتبنا نفس الحاجه بالظبط وضفنا بس بعديها فيرجن 4 هيحصل ايه. تاخد 2 سلاش كده صغيرين وبعد كده تكتب في 4 وندوس انتر ونشوف هيطلع لنا ايه. ونستنى. طول ما انت قاعد تستنى كده تتفرج على الحاجات الجميله بتاع الناس دي بالذكاء الاصطناعي. يعني تخيل انت الذكاء الاصطناعي متخيل الشكل ده بس. وبعد ما استناه شوف الصوره بقت عامله ازاي. مش احسن حاجه برضو بس اكيد احسن من اللي فات. حسنا شويه، ممكن نحسن اكتر بالكلمات المفتاحيه اللي بقول لك عليها. زي ايه مثلا؟ الفكره ان انت تكتب كل التفاصيل للصوره اللي انت عايزها. اقعد اكتب براحتك. يعني انا شفت ناس كاتبه 5 6 سطور على صور مطلعين صور عظيم. فانا هجهز حاجه كده ونكتبها ونشوف هيطلع لنا ايه عشان بس وقت الفيديو وهنرجع لكم تاني. طيب انا كتبت مشهد جه في دماغي دلوقتي ونشوف هيطلع لنا ايه. كتبت موتوسيكل من السبعينات وقت الغروب جنب البحر، اللوك بتاع السينماتيك او بشكل سينمائي، والصوره تكون 4K والسوبر ديتيلد يعني فيها تفاصيل كتير. وكتبنا الكلمه اللي هي 4K والاي ار دي اللي هي الاسبكت ريشيو بتاع الصوره اللي هو ابعاد الصوره 2:3 وندوس انتر ونشوف هيجيب لنا ايه. ويتنج تو ستارت. وانت قاعد مستني كده انزل اعمل لايك وسبسكرايب. وبعد ما استنينا اخيرا طلع لنا الجمال ده كله. يا سلام، صور عظيمه والله. اقعد اتفرج عليها شويه كده عشان حقيقه صور حلوه. هو مطلع لك 4 صور. ايه اللي تحت ده بقى؟ انت مثلا عجبتك صوره معينه منهم، هي الصوره متقسمه 4، 1 2 3 4. في واحد لو دوست على في واحد او في اي في فيهم هياخد لك الصوره اللي انت دايس عليها ويعمل لك منها 4 نسخ تانيين وتشوف تصور تاني برضو عادي. ولو دوست على اليو واحد او اي يو منهم بياخد الصوره دي، الصوره الواحده دي، ويطلع لك صوره لوحديها بحيث ان انت لو عايز دي بس تاخدها ممكن يحسن لك فيها كمان. فمثلا انا عجباني تانية والله، عجبني كلهم. عايزين ناخد واحده قرر ارجع. بص والله هم عاجبني كلهم بس نختار اي واحده عشان نخلص الفيديو. فمثلا هناخد رقم 1 ونعمل لها يو 1 وناخد الصوره دي لوحدها وهنستنى شويه اكتر برضو قبل ما يخلص عشان النت الجميل بتاعنا. استغل وقت الانتظار في الاستغفار. ماشي الحمد لله خلصنا. اهي الصوره اهي تمام. عجبتك عايز تحملها بكل بساطه تدوس اوبن اوريجينال يفتحها لك في المتصفح. يا سلام على الجمال. تقدر تحملها عادي بقى، تقدر تحملها انا خالص بس. طيب ممكن تعمل حاجه كمان حلوه قوي. ايه هي؟ وهي ان انت ممكن تاخد صوره ليك وتبدا تعمل شغل عليها. هي الفكره ان انت يكون ليها رابط. طيب انت مش بالشهره او الجمدان اللي انت يكون صوره نازله ليك على المواقع عادي من غير السوشيال ميديا يعني. فهتعمل ايه؟ هتفتح المتصفح بتاعك وتكتب بوست ايمج، هتخش على الموقع وبكل بساطة هتدوس تشوز ايمج ويكون الصورة عندك على الجهاز، وليكن مثلا الصورة دي اللي جت في وشنا على طول. وهتيجي على الدايركت لينك او الرابط المباشر وهتاخده كوبي بس، وترجع على الديسكورد تاني. هنعمل سلاش ايماجين ونحط الصورة بيست ونديها واحدة كوما ونبدأ نكتب اللي احنا عايزينه بقى. طيب انا شفت سيناريو حلو قدامي اهو، هطبق عليه نفس المثال واحد عامله. وده اللي بقولك ده الحلو اللي فيها، ان انت ممكن تاخد من شغل غيرك ناس كاتبه كلمات مفتاحيه حلوه ما جاتش في دماغك او ما كنتش تعرف تكتبها، فممكن تاخدها منه كوبي. فانا هاخد السيناريو بتاعه كله واكتبها كلها كوبي. يلا لا تزعل نفسك. ونحط هنا بيست، دوس انتر ونشوف هيطلع ايه. واستنى شويه حلوين تاني. واو الصوره دي حلوه. طيب هو السيناريو تقريبا يعني الذكاء الاصطناعي ذكي كفايه ان عارف ان دي ما ينفعش تبقى عين زرقاء وما ينفعش تبقى توكسيد وبتاع، فقلشت منه يعني. ده ضايعه. ماشي. هو ده برضه علمنا حاجه ان مش دايما الذكاء الاصطناعي هيكون تمام، فعادي اقعد جرب تاني لحد ما تلاقي حاجه مناسبه. انت شايف صور جميله اهي بس. وهكتب سيناريو دلوقتي حلو قوي جه في دماغي برضه ونشوف هيطلع ايه. سلاش ايماجين. بص اللي انا كتبته اللي هو جندي فلسطيني قدام المسجد الاقصى وان شاء الله بيحرروا يعني. فنشوف الذكاء الاصطناعي هيقول ايه. الصوت طلع لنا الجمال ده كله. ممكن ناخد ايه منها مثلا؟ الله حلوين كله، ناخدهم كلهم. ان شاء الله نحرر المسجد الاقصى قريب ان شاء الله. طب انا عايز اختار صورة. طيب ماشي نختار 3 دي يو 3 وناخد الصورة ولود اي دي بدأ التحميل ونحملها. طيب يعني بعد كل ده نقدر نقول فعلا ان الذكاء الاصطناعي هيحل مكان الجرافيك ديزاينرز قريب اظن لا يعني. اظن قريب انها شفنا الصورة اللي قلشت منه دي كانت بايظ، فلا يعني لسه برضو في اخطاء ولسه عايز يتحسن اكتر، بس وصل لمرحله عظيمه برضو يعني. في كذا صوره طلعناها حلوه قوي، وكل ما تديله تفاصيل اكتر كل ما يديك حاجات جميله اكتر. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى تدعمنا بلايك عشان تعبنا قوي في الفيديو ده. كمان اشترك في القناه وشير الفيديو ده لكل اللي تعرفه. وبس كده كان معاك احمد عبد العزيز او ابو العيله، واشوفك في الفيديو الجاي اللي ان شاء الله مش هيتاخر عشان كان عندنا بالترم بقى وبتاع.
بدون تفاصيل كتير. سلام.